السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قبل أي حاجة ما تنسوش تفعلوا الجرس وتدوسوا لايك والاشتراك في القناة. طبعا أنا كنت تعبانة جدا، يعني كنت قاعدة أسبوع بقالي تعبانة يعني وكده، فطبعا صحيت قلت بقى ما بديهاش بقى، لازم ننضف. صحيت لقيت المطبخ بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، مش عايزة أقول لكم. اتصدمت أول ما شفت المنظر ده طبعا. رحت قلت ان شاء الله نبتدي ان احنا نغسل بقى، مهما كانت الواحدة تعبانة ففي الاخر بتطلع تشد حيلها كده وتبتدي ان هي تنظف شقتها علشان على قد ما تقدر، عشان خاطر ما يبقاش وراها اي حاجة زي كده. طبعا انا صحيت رحت ماسكة المواعين كده غسلتها ونظفتها. طبعا انا قلت ان شاء الله نعمل ايه على الروتين كده بسيط، لحد ما ان شاء الله باذن الله اعمل لكم روتين كبير جدا وحلو قوي هيعجبكم قوي للمطبخ. طبعا هنمسك المطبخ بقى ان شاء الله، هنعمل حاجة للمطبخ، هنغلف المطبخ كله علشان خاطر الدهون بتاعة الدهون ما تلزقش في الحيطان بتاعتك وما تتبهدلش. فهقولك على فكرة حلوة كده تخلي الحيطان بتاعتك تفضل نظيفة ما يحصلهاش حاجة. طبعا والبوتاجاز بتاعي هحاول برضو ان انا ما اخلوش يعني ما نضفوش قوي، بحيث ان انا ان شاء الله هعمل معاكم الباور، واوريكم بقى الباور عملي على البوتاجاز بتاعي. هوريكم ان شاء الله هيعمل ايه، يخلي لكم البوتاجاز زي القشطه. وبعد ما ننضفه هوريكم من غير تعب ومن غير اي مجهود. وبعد ما ننضفه طبعا هنغلفه ونظبط رمضان بقى، نظبط المطبخ بتاعنا بقى عشان دخلت رمضان علينا. طبعا من وقت للتاني بنضف المطبخ، بس انا عشان كنت تعبانه بصراحه جالي دور اللي هو اللوز وكده، فما كنتش قادره اقف على رجلي. فقلت بقى ايه ما بديهاش، فهنا ابتديت شويه ان انا اقف على رجلي شويه، لان انا لما اللوز بتتعبني ما بقدرش اقف خالص اعمل حاجه. رحت ماسكه بقى، قلت ما بديهاش بقى، رحت ماسكه المطبخ بقى، غسلت المواعين ونضفت الحوض ويعني نضفت البوتاجاز على قد ما اقدر كده، لحد ما ان شاء الله هبتدي اعمل معاكم الروتين ان شاء الله بتاع المطبخ عشان رمضان. ونبتدي نغلفه برضو بزينة رمضان كده، ونعمل له زينة كده في المطبخ، بحيث ان احنا ان شاء الله نفرح مع بعض كده. كل سنة وانتم طيبين. هبتدي اغسل الاطباق كويس ونضف الحوض كويس. طبعا للاسف هنا ما كانش عندي باور، الباور كان عندي خلص. فكنت متضايقه بصراحه، كنت حابه ان انا اعمل معاكم الباور على البوتاجاز، بس قلت مش مشكله، احنا كده او كده هنعمل الروتين بتاع المطبخ بتاع رمضان. فان شاء الله ما تشجع، انا بس كل اللي محتاجه منكم انكم تشجعونا وتشتركوا بس في القناه، علشان خاطر ان شاء الله اعمل لكم افكار جديده وجميله باذن الله. وعايزه احلى لايك كده من احلى الناس بتتفرج علينا كده وتشجعنا كده، والتشجيع الجميل بتاعهم. طبعا انا مسكت المطبقيه زي ما حضراتكم شايفين كده، غسلتها كويس وقلت اشطفها بقى علشان خاطر بقى ايه، احط عليها الكوبايات تبقى يعني حلوه. هي ما كانتش وسخه قوي، بس ايه حبيت ان انا اغسلها كده، لان انا متعوده على طول ان انا بمسكها انضفها. همسكها انضفها كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده هنبتدي ان احنا ننضف الحوض بتاعنا علشان خاطر نرص عليه الحاجه بتاعتنا. طبعا انا شطفتها كده ورحت مغسلاها. هبتدي بقى ان انا خلاص اشيلها اركنها على جنب دلوقتي، وهبتدي ان انا اغسل الرخامه بتاعه الحوض كويس. زي ما انتوا شايفين كده، اروح واخده الخشبتين اللي هما بقطع عليهم بتاعه اللحمه وبتاعه الخضار، وابتدي ان انا اغسله بالحوض كده كويس زي ما انتوا شايفين. طبعا للاسف ما عنديش باور، يعني انا الباور بستخدمه لكل حاجه بصراحه، بيخلي لي الدنيا زي الفل. فانا ان شاء الله قلت مش مشكله عادي، هنعمله مع بعض وهوريهولكوا عملي على البوتاجاز بتاعي، وهوريكم البوتاجاز شكله هيبقى عامل ازاي، وهيفرق جامد جدا 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 عن ما تتصوروا. هبتدي ان انا اشطف الحوض كده زي ما انتم شايفين. طبعا انا غسلت السيراميك كده. قلت اي حاجه وخلاص، رحت ماسكه البوتاجاز كده غسلته غسله كده على الماشي. طبعا الازاز بتاع البوتاجاز ده انا كنت حاطه فيه اللزق اللي هو مرسوم عليه فواكه، فتدوه تحسوا مدي لون برتقاني على اخضر قديم وكده. فطبعا لقيت البوتاجاز عندي متبهدل خالص. رحت مكحته اللي هو السواد ده، قلت مش مشكله لحد ما ايه، ما همسكه ان شاء الله تاني. بس لما احط له باور، لان الباور بيساعد جدا جدا ان انا اعرف انضف البوتاجاز بكل سهوله بصراحه. فرحت عملته كده على الماشي، مشيت الدنيا لحد ما ان شاء الله هعمله معاكم قريب جدا جدا جدا. هنعمل الباور وبعد كده نشتغل ان شاء الله في المطبخ بتاعنا بقى، ونغير نظامه ونغير حاجات كتيره فيه.
زي ما انتم شايفين كده خلاص انا ابتديت ان انا اغسله كويس، وبعد كده هروح منضفاه واعمل ايه. هبتدي بقى ان انا اخلص خلاص كده لسه. ادي شكل الحوض بتاعنا بعد ما خلصنا، وادي البوتاجاز بتاعنا طبعا مش عايزه اقول لكم يعني اهو حاجه ولا العمى كله. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تفعلوا الجرس وتدوسوا لايك والاشتراك في القناه. مع السلامه. وادي المحروق وادي الرخام.